السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وفي احسن حال. فيديو النهاردة روتين في البيت، اول روتين اعمله معاكم على القناة. هنظبط مع بعض الصالة، وهنروق المكان اللي احنا بنقعد فيه، وكمان هنظبط المطبخ ونغسل المواعين ونغسل البوتاجاز والرخامة، وهنخلي المطبخ على سنجة 10. وهنعمل أكلة حلوة وجميلة النهاردة، هنعمل محشي ورق عنب، وهنعمل بطاية حلوة صغنطوطة كده. كل ده هيبقى ان شاء الله موجود في الفيديو، هيشجعك وهيحفزك تقومي تخلصي اللي وراكي. هنا انا بعد ما صليت الظهر، حاضر الحمد لله، صليت الظهر وقريت الورد بتاعي. بعد كده انا عندي اليوم كله فاضي لحد صلاة العصر. فقلت بقى هقوم اروق الصالة كده واظبط الدنيا، اللي مثلا الكوشن اللي مش معدول، لو مثلا الكنبة مش متظبطة اظبطها واروق الدنيا حواليا. انا ما كنستش وما عملتش حاجه، انا بس ظبطت مكان ما الولاد بيقعدوا واحنا بنقعد كده، وعدلت الكنب. وهنا بقى كان عندي غسيل انا مطبقاه وحطاه كده على الكنبه التانية. وعندي طبعا المصليات من بعد الصلاه، اتبهدلت كده، انا بحب اطبقها واطبق الاسدال بتاع الصلاه، واروح ايه حطاه في مكان مخصص ليه. وكمان شلت الغسيل المطبق ده، دخلته وحطيته في الاماكن بتاعته. وروقت الكنبة. دي كمان، دي الكنبة دي لوحدها في ناحية في جنب لوحدها كده. دي عادتي المفضلة. والمصليات والإسدال حطيتهم، أنا بحب أحطهم هنا على الترابيزة عشان خاطر إيه بيقوم في جنب كده متطبقين، واللي بيعوز الإسدال أو بيعوز مصلية بياخدها يصلي عليها. طبعا محدش بيصلي على المصلية ويطبقها ويعينها مكانها، أنا اللي بعمل الكلام ده. ربنا يهديهم يا رب. المهم هنا يا بنات، انا الحمد لله كده خلصت الصلاة وروقتها ترويقة سريعة كده علشان خاطر المطبخ يضرب يقلب، وهتشوفوه معايا دلوقتي. هنا لما بكون يا بنات بصلي الصلاة على وقتها. أول ما الأذان يأذن أكون أنا، يعني أنا بتوضى واستنى الأذان يأذن علشان خاطر أصلي. بيبقى اليوم فيه بركة. يعني أنا صليت الظهر خلاص، أشوف بقى اللي ورايا. بصلي الظهر وأقرأ الورد بتاعي وأشوف بقى إيه. يبقى عندي الوقت فاضي وطويل من الظهر لحد أذان العصر. مش ببقى مثلا بعمل حاجة، أنا نهار أبيض ده أنا لسه ما صليتش، ده أنا الظهر هيفوتني، ده أنا لسه ما صليتش ما عملتش، عايزه اخلص عشان اصلي. لا، اي حاجه في ايدك وقفيها وادخلي صلي الصلاه على وقتها، وبعد كده كملي اللي انت كنت بتعمليه، هتلاقي ربنا مبارك في الحاجه اللي انت كنت بتعمليها. هنا قلت بقى اوريك الفيو الجميل بتاعي اللي انا بحبه وبعشقه. ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. الوقت ده يعني ايه، كان بعد الظهر بقى ايه بحوالي نص ساعه ربع ساعه. نص ساعة، لأن أنا على ما صليت وقرأت القرآن بتاعي كان عدى على الظهر نص ساعة. قلت بقى ايه، خلاص انا ادخل بقى اشوف المعركة اللي في المطبخ. هدخل على المطبخ اشوف المواعين اللي ورايا، واظبط دنيتي علشان خاطر اليوم النهاردة طويل. لو وصلت معايا لحد هنا يا رب، يا ريت تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه، وتفعلي زر الجرس عشان كل لما انزل فيديو يوصلك اشعار بيه. ويا ريت تسيبي لي كومنت حلو علشان خاطر ارحب بيكي. المهم هنا انا عندي شوية مواعين حلوين، واغلبهم حاجات ما تخش غسالة الاطباق، فانا قلت ايه، خلاص انا هغسلهم كلهم على ايدي. جبت سلكة ناعمة، وانا مش بستخدمه كتير، بس عشان عندي حلل ألمونيوم وصواني لازم محتاجة سلك مواعين، فقلت خلاص هغسل مواعين كلها بالسلك الناعم ده، بحيث برضو بين فترة والتانية بحب اغسل مواعين بالسلك الناعم، بيخليها ايه بتبرق كده. انا اليوم اللي قبله طبعا أنا المفروض يعني احنا نفطر ونصلي المغرب. وادخل الطبيعي، يعني بدخل بعد ما اصلي المغرب، بين الوقت بقى اللي فاضل لحد اذان العشاء بدخل اشطب المطبخ وكده. بس انا في اليوم ده كنت تعبانه جدا ومرهقه ومش قادره، ورجليا كانت وجعاني، فبصراحه ما قدرتش اعمل اي حاجه. وكل المواعين دي، يعني انا وانا بطبخ وبعمل اي حاجة بتتبهدل بغسلها معايا اول باول. انما كل الحاجات دي اللي كانت موجودة بعد الفطار. وكانت في مثلا اليوم ده كنت انا مثلا كان عندي بواقي اكل وكده، فكانت الحلل بتاعته موجودة، معرفتش اغسلها غير طبعا عشان فيها البواقي الاكل فسخنتها فيها. فكان عندي في اليوم ده حلل كتير.
المهم بقى ايه، عشان كنت تعبانه وما قدرتش، قلت خلاص ايه، تاني يوم الصبح هبقى اعملهم وخلاص، وما جراش حاجه، الدنيا ما تهدتش يعني. عادي طالما انتي يعني ماشيه بنظام مرتاحه عليه، خلاص ما فيهاش مشكله. بس لما يجي يوم انا تعبانه ومش قادره، خلاص يعني ما تضغطيش على نفسك، عشان خاطر مش تحسي ان انتي في دوامه لوحدك، وان انتي ما فيش ليكي وقت للراحه، وان انتي لا كل حاجه انت اللي شايلاها على كتافك. لا، انتي طالما من في يوم ما انتيش قادره تعملي حاجه، خلاص مش مشكله. مش تيجي على نفسك زياده عن اللزوم عشان ما تزهقيش وتحسي ان انت لوحدك اللي شايله المسؤوليه. المهم بقى انا استغليت ان انا في سلكه ناعمه كده، بقيت ايه، اغسل الحلل التيفال دي، القاعده بتاعتها من بره بالسلك، عشان خاطر اخليها تلمع وتبرق كده. لان انا ما بستخدمش السلك الناعم كتير غير لما بيكون في غسيل ألمونيا عندي. فبستغل الفرصة واغسل بقى الطاسات اللي هي التيفال، القاعدة بتاعتها من بره اللي هي الألمونيا دي، بغسلها بالسلك عشان خاطر تنضف وتبقى ايه، بتلمع كده على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قولوا لي يا بنات كده في الكومنتات، خلصتوا نواعم العيد ولا لسه، ولا اصلا لسه ما بدأتوش فيها، وهتعملي في البيت ولا هتشتري ولا ايه؟ انا عملت فيديو حلو اول الكحك، يعني بكل تفاصيله، وطلع جميل وتحفة والله. انا على طول كل سنة انا اللي بعمله لنفسي، لان انا ما بعملش منه كمية كبيرة عشان خاطر ما حدش في البيت بياكله غيري. بس اتفاجئت بقى ان المره دي وانا بعد ما عملته جينا ونفطر بدوقه كده، الولاد بدأوا يقولوا لي طب ادينا يا ماما ندوق، عشان كانت اول حاجه في النواعم تتعمل. انا كل سنه ببدأ بالبسكويت وهما بيحبوه، فما بيبصوش بقى ايه للكحك، لان هما من عشاق البسكويت اللي هو بالمقادير بالبيض والكلام ده. بس انا قلت المره دي ابدأ بالكحك كده معاكم. معرفش هو السبب عشان خاطر كده ولا عشان خاطر كان حلو، بس هو فعلا كان جميل وتحفه. لو انت عايزة تعملي وصفة كحك ناجحة 100%، ادخلي على القناة وهتلاقي الفيديو موجود، وان شاء الله هينفعك وهيفيدك بإذن الله. هنا انا بقى خلصت المواعين وخلصت وغسلت الحوض والسيراميك اللي هو فوق الحوض ده، غسلته ونشفت وظبطت الدنيا. وكده انا بالنسبه لي الحمد لله الحمد لله المواعين خلصت. اي نعم خدوا مني وقت، مش بسرعه الفيديو اللي حضراتكم شايفينه ده، طبعا كلكم عارفين. بس الحمد لله ارتحت نفسيا لما خلصت المواعين ونشفتهم كده على جنب الحوض اللي غسلت الاطباق. حط عليها الفوطه اللي بتاعه المواعين، وبنشفهم عليها ربع ساعه نص ساعه، واروح داخله ايه، عيناهم عشان خاطر ايه ما احسش بكركبه. المهم هنا قلت بالمره بقى المع الرخامه كده واظبطها، علشان خاطر ايه تبقى نظيفه لما اجي اجهز الغدا وكده، تبقى ايه، نضيفه معايا، ما احس ان انا ايه الدنيا رايقه حواليا. رحت بقى على البوتاجاز، كان عندي حلة الزيت عينتها في الفرن، وهنا عندي الفول كنت مدمساه كان يعني وانا وقت خدنا منه للسحور، وطفيت عليه وقلت ايه بقى، هبقى اعينه في يعني افرزه واعينه. المهم انا بحب افرزه وهو سخن، بروح حاطاه في برطمانات ازاز وهو سخن لسه طافيه عليه، وبعد كده اقفل الغطا، فبيروح بقى ايه، محتفظ بالهواء السخن فيه، فالفول ما بيبصي لو قعد عندي 3 شهور مش بيجراله حاجه، اروح عينه في التلاجة وخلاص على كده. بس انا ما كانش عندي برطمانات ازاز، كنت عاينه فيها السمنه اللي انا سيحتها معاكم، عندي فيها البرطمان، عينتها في البرطمانات الازاز، فما فاتش عندي برطمانات. فقلت خلاص مش مشكله، انا هسيبه بقى يبرد عادي، وبعد كده هعينه في اكياس في الفريزر. هم عملوا لي حوالي 4 اكياس، ومليت علبة هحطها في التلاجة اسحب منها. هما يعني دول ممكن يكفونا ال10 ايام اللي فاضلين في رمضان ان شاء الله باذن الله. المهم هنا زي ما حضراتكم شايفين انا غسلت البوتاجاز برضو وظبطته كده وروقته، وقلت ايه اروق على البوتاجاز ده النهارده. يانا ياهو، انا اهم حاجه عندي في المطبخ الحوض يبقى فاضي والبوتاجاز يبقى نضيف. المهم بعد ما ابقى انا بغسله يا بنات بشويه بريل، واحط عليه معلقه كبيره خل، وخلاص على كده. واروح غسلاه ومظبطه، انا ولا بغسل بسلك ولا باي حاجه، ليه؟ لاني انا ايدي فيه على طول. وبعد ما بغسله بروح جايه مثلا وغسلاه منشفاه بقى بالفوطه اللي هي لونها بنفسجي اللي شفتها معايا دي. وبعد ما بخلص خالص دي بتبقى مبلوله وبتسحب كل الصابون والميه، بعد ما بخلص لازم انشفه بفوطه ناشفه خالص عشان يفضل يلمع معايا اللمعه اللي انتوا شايفينها دي. وكمان قلت الحوامل كمان هغسلها بالمرة، لان كان واقع عليها
كنت بطبخ مش عارفة امبارح ووقع عليها حاجة، يعني الشوربة فارت وكده، فوقعت عليها والله. وطفيت النار وشلت الحلة، غسلته على السريع كده، مسحته على السريع ورحت مشغلة على الحلة النار تاني، ما سبتوش يعني. بس برضو يعني ما مسحت الحوامل بس ما غسلتهاش، فقلت لا انا المرة دي هغسلها بقى بصابون وبالليفة كده، عشان خاطر ايه ابقى متأكدة ان مفيهاش اي حق دهون، علشان خاطر بعد كده لما اجي اطبخ ما تنشفش. يعني الدهون دي مش تنشف وتبقى صعبة عليا في الغسيل. هنا عندي برضو العيون غسلتها وظبطتها، كل ده بالليفة يا بنات، بس الليفة دي خشنة شوية، فيها خشونة زي السلك كده بس مش قوي. انا عندي العيون نظيفه لاني بعملها اول باول، واصلا الحمد لله اللهم بارك، نوعيه البوتاجاز، العيون بتاعته حلوه قوي، حتى البتاع المدوره السودا دي عامله شبه التيفال، يعني مش الدهون مش بتلزق عليها، مجرد ما اغسلها كده بالليفه خلاص، بالاسفنجه كده بتروح بتنضف وتبقى زي الفل. هتشوفوها معايا دلوقتي هنشفها وهتبقى زي الفل، صراحة مريحني عن البوتاجاز الاولاني كان يونيفرسال. العيون دي بتتحرق من اقل حاجة وتبوظ، ومهما تغسلي فيها ما بيبانش، انما دي اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يحفظه لي يا رب. شايفين شكله جميل ازاي وتحفة. بقاله عندي 3 سنين من يوم ما جيت الشقة دي. نقلت الشقة دي وانا شارية عشان خاطر البوتاجاز بتاعي الاولاني كان 5 عيون، فما كانش هيجي في المطبخ ده لان المطبخ صغير، فجبت اللي هو البوتاجاز ده بقاله 3 سنين عندي، والحمد لله محافظة عليه وبغسله اول باول وبنضفه على طول. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. عقبال ان شاء الله ما ننقل الشقة بتاعتنا يا رب على خير ان شاء الله، نستلمها بس كده من الجهاز، وننقل فيها. وعايزة اظبط المطبخ بتاعي كده واعمل رخامة للحوض لحد البوتاجاز كده. يعني انا هوريكم دلوقتي، انا حاطه البوتاجاز وجنبه غسالة الهدوم اللي هي الفوق اوتوماتيك، وجنبها غسالة الاطباق وبعدين الحوض. فانا عايزه بقى اعمل رخامه كبيره كده من اول الحوض لحد البوتاجاز هنا كده. يعني ايه، الرخامة حلوة يعني، حتى بتوفر لك مساحة، وكمان الشكل العام بيبقى افضل واحسن. بس طبعا عشان انا قاعدة في شقة ايجار دلوقتي، فمش ما ينفعش اعمل فيها اي حاجة. فانا يعني يعني مستقرة بيها بوضعها زي ما هو ده، مش عايزة اعمل فيها حاجة على ما ربنا يكرمنا ان شاء الله ونستلم شقتنا في الاسكان الاجتماعي برضو ان شاء الله. مقدمين في الاعلان 14، وانا وقت ما استلمها باذن الله هصورها معاكم. هنا بقى قلت اخد لقطة سريعة كده. ادي غسالة الاطباق، انا حاطة عليها 2 سيراميكا كده عشان خاطر ايه تحميل ظهرها من المية. هنا برضو الرخامة بتاعتي نضيفة اهي، وادي حلة الفول اللي عمالة الف بيها من البوتاجاز للرخامة. هكيسهم دلوقتي وهعينهم في الفريزر اهو. العلبة هنعينها في التلاجة نسحب منها، والكيس الكيس دي هنعينها في الفريزر. الكيس ده يعني هيتعمل على مرتين. السحور اصلا بعمل طبق الفول بناكل نص ونسيب نص لتاني يوم، مش عارفة بيبقى تقيل قوي على السحور، الولاد بتاكل بالعافية اصلا على السحور. المهم هنا مطبخي بقى رايق وزي الفل وتمام. قلت بقى ايه اروح ايه اجهز قلت اسلق الورق العنب. ورق العنب طلع انا لقيته في السوق يوم الجمعة. قالت لي اللي بتبيعه، انا يعني ايه، السنة اللي فاتت يعتبر ما خزنتوش، كنا بنجيب بس ناكل كده على قد الاكلة. على ما جيت اخزنه مش لقيته، معرفش راح فين. المهم لقيت واحدة قاعدة وانا كان نفسي فيه قوي، ومش عايزة اجيب اللي هو المعلب بيبقى في السوبر ماركت ده، ما بيعجبنيش. لقيتها قاعدة ما صدقت لمحته، قالت لي الربع كيلو ب30 جنيه. قلت خلاص حلو، يعني انا كيلو الكوسة ب25 وكيلو البتنجان ب25. بجيب 2 كيلو 2 كيلو ونص علشان يكفينا. فهو ال2 كيلو ونص دول عاملين 60 65. قلت لا انا هجيب ربع كيلو، الربع كيلو ان شاء الله هيكفينا. وقلت ايه هعمله. المهم جبته وسلقته كده وظبطته، قلت على ما العصر يأذن اظبط برضو شوية حاجات في المطبخ علشان خاطر العصر يأذن اصلي واجي ايه ابدأ في المحشي على طول. احشيه الفه. ورحت جايبه طاسه على سخنتها وحطيت فيها شويه زيت حلوين، ونزلت عليهم بقرنين فلفل اخضر. وقلبتهم تقليبه كده، لازم الزيت يبقى سخن. وبعد كده جبت معلقه شطه هريسه انا مخزناها في الفريزر، دي بقى حراقه خلت المحشي حراق، كان طعمه تحفه. ودول 3 بصلات وسط، ورحت برضو مقطعاهم، بس بعد ما ريحه الفلفل والشطه كده طلعوا، رحت ايه منزلاهم كل ده والنار عاليه. المهم كده البصل اهو هيغير لون،
هروح نازله عليهم بايه؟ الصلصه عندي كانت متسبكه وفي الفريزر، وانا كنت مطلعاها بعد ما غسلت المواعين على طول. طلعتها وحطيتها في طبق كده نص ميه، فكت على طول. يعني بصوا دايبه على طول، عامله زي الصلصه اللي بتتباع جاهزه، بس ده انا اللي مفرزاها. حمرا ولونها جميل وتحفه. لما بتكوني مفرزه الحاجه في الفريزر بتوفر عليك الوقت. 3 دقايق بالظبط وكانت خلاص التسبيكه بالنسبه لي جاهزه. على ما هي غليت غلوتين كنت انا جبت الرز وغسلته وصفيته، وعندي برضو الخضره انا مفرزاها في الفريزر. يعني المحشي ولا اسهل. كده انا خلصت حشوة المحشي وسلقت ورق العنب، ورحت مظبطه المحشي، ورحت بقى ايه، العصر كان اذن، دخلت صليت العصر. ورحت جايه ايه على داخله بقى. ظبطت حطيت ميه تغلي علشان خاطر الشوربه بتاعه البطه. وكان عندي الخلطة بتاعة هقول لكم بس على الخلطة دي بتاعة ورق العنب. بزود لها. حطيت لها ايه، انا حطيت الرز والخضرة، وحطيت ملح وفلفل وكمون، وحطيت معلقة كبيرة بابريكا مدخنة. وحطيت معلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة 7 بهارات. وفي ورق العنب بيحب دبس الرمان، فانا ما كانش عندي دبس الرمان، حطيت معلقة كبيرة عسل. عسل اسود عادي. بيخلي ورق العنب تحفة. دبس الرمان او بديله العسل الاسود. جميل. كان المحشي يعني تاكلي صوابعك وراه. المهم خلصت الخلطة وركنتها هنا بقى بعد ما صليت. دخلت بقى حطيت مية تغلي، وحطيت عليها التوابل، قطعت بصلاية وفلفل وحطيت فلفل اسود وكمون. وحطيت بقى ايه القرنفل والحبهان. واول ما غليت طبعا انا كان عندي الحشوة بتاعت الرز اللي بحشي بيها البطة، كانت عندي موجودة عندي في التلاجة، كنت باقية عندي من حشوة الحمام اللي كنت عاملاها معاكم برضو على القناة. المهم يعني اليوم كان متيسر وسهل. حشيت بيه البطايه ورحت منزلها اول ما غليت حطيتها فيها، ورحت مهديه النار عليها وايه ومغطيها، بس ما قفلتش الغطا حلو عشان خاطر بتفور وبتبهدل الدنيا. المهم هنا بقى ايه، وانا واقفه كده ما عملت معاكم كام واحده محشي كده لفتها معاكم وايه وبعد كده طبعا خدت الكلام ده كله وطلعت بره في الصاله، قعدت على الكنبه وحطيت الحاجه على الترابيزه، ورحت لفه حله المحشي الحلوه اللي انتوا شايفينها دي. اللهم بارك، ربنا يديمها نعمه علينا وعليكم يا رب، اللهم امين. وجبت 3 قرون فلفل ورحت حشيهم برضو وحطهم. وفاض معايا خلطة يا بنات بعينها في علبة في التلاجة، بتنفعني برضو في يوم منجز زي كده. اطلع مثلا كيس من الفريزر كروم بكون مفرزة، اروح لفة بيه شوية المحشي، برضو عملت محشي كمان مرة في الاسبوع اهو بكل سهولة. المهم هنا هسقي بقى من شوربة البطة. ورق العنب اخر سطر ما بيجيش عليه شوربة خالص، يبقى الشوربة بتبقى واصلة للسطر اللي قبل الاخير. هنا هحط له الشوربة واظبطه وهلف الحلة كده احركها علشان اتأكد ان الشوربة نزلت تحت. وبعد كده هغطيه 10 دقايق والنار عالية. بعد ما يعدوا ال10 دقايق ههدي النار خالص واسيبه كمان 40 دقيقة. يعني انا بسيب المحشي يستوي 50 دقيقة بالظبط، عشان يستوي يبقى مفلفل وجميل وكمان من جوه مستوي، الورقه بتاعته مستوي. هنا بقى الحمد لله طلعت البطايه وحمرتها تحت الشوايه، ولا حطيت سمنه ولا حطيت زيت، حطيتها تحت الشوايه على طول وخليت النار وسط، والحته اللي تتحمر اروح قلبها الناحيه التانية. هنا بقى عملت طبقين محشي هم كبار، وطبقين لسان عصفور، وسخنت رغيفين عيش عشان بنحب ناكل البط بالعيش كده بشويه ملح. يا ربنا يديمها نعمه يا رب. وطبعا كان في اخر سطر في الحله الملسوع ده حطيته في طبق، مش عايزه اقول لكم كلنا كنا بنتخانق عليه. لو وصلت معايا لحد هنا متشكره قوي على مشاهده الفيديو. مش تنسي اختك باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان خاطر اكمل شروط القناه وافعل القناه. ربنا يديمها نعمه علينا وعليكم يا رب، وكل سنه وحضراتكم طيبين ومع الف سلامه.